مكملين معاكم واحتفالية جميلة من قلب المعبد وفي تاريخ مصر في الأقصر. والنهاردة احتفالية كبيرة وتكريم لنجوم غالية على قلوبنا، ومعانا النهاردة في عيد ميلادها حبيبتنا القمر زينة اللي منورة بالكافالي، وبنقول لك هابي بيرث داي وعقبال مليون سنة وسنة حلوة عليكي يا حبيبتي. حبيبتي يا بس انا حلوه عشان انتي اولها. شفتي بدأنا اهو. ان شاء الله العقدة يكسر الدنيا يا رب. وتحققوا نجاح كبير. والأسطورة النهاردة كمان بيتكرم محمد رمضان، فبتمنى ان تبقى بدايتها تكريم، وان شاء الله نختم بعد عرض جوائز وتكريمات ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. يعني طبعا عايزة اعرف بقى النهاردة احساسك ايه وانت عيد ميلادك بين التاريخ كده اللي بتتمنيه؟ بصي اجدادك او بصي نظرة الى الخلف كده، شوفي المنظر. لا والله انا بحس ان انا فعلا دول اجدادي بجد. يعني بجد انا متاكده ان انا اصولي مصريه جدا طبعا جدا. لا، واصولك عشان فراعنه صعيد. مش مصريه، من الفراعنه كمان. انا اصلا من سوهاج. والله يعني انت دي بقى هنا الخط بتاعك ده. بلدي. اهلا بيكم. بس طبعا مش اول مره، انت جيتي اكيد اكتر من مره مهرجان الاقصر. لا انا جيت مره كنت متكرمه في 2020 وكنت مبسوطه قوي. ولما جيت انتي قلتي لي هتحبي الاقصر وهتحبي المهرجان وهتيجي كتير، وانا قلت بتقول كلام وبتجامل يعني، بس دي حقيقه. فلقيت فرصه كويسه جدا لما رمضان بيتكرم و... وهلا صدقي طبعا. وانا حبيت المهرجان ووقعت في غرامه زي ما انت قلتي لي بالظبط. شفتي والله العظيم بجد. انا والله ما كنت بسرح بيكي، لان فعلا البلد دي فيها طاقه. على فكره القدماء المصريين ما كانوش بيختاروا الاماكن كده، لا بيدرسوا بيشوفوا الاماكن اللي فيها الطاقه والاماكن المهمه، فعشان كده هم اختاروا البلد ديت. وانت ما بتيجي بتحسي بسعاده كده وراحه قوي قوي بجد مش معقول. وتفصلي بقى علشان الطيبه والناس. التمثيل برضو العمده واخدكم 24 ساعه يعني. والله شغل متعب تعبانين قوي. متعب فعلا. كلميني بقى عن المشاركه مع محمد رمضان والنهارده بقى هو بيتكرم. هقول له الف مبروك، وهو انسان موهوب ويستاهل. انا الحقيقه كنت اعرفه من قبل كده بس ما كناش قريبين يعني، مش بنتكلم كتير يعني. محمد رمضان انسان موهوب وناجح ونجم كبير وكده، بس لما قربت منه كمان لقيته انسان محترم وجدع وطيب وفي كل المواصفات بجد اللي ان هو يستاهل اللي هو فيه واكتر كمان بجد. بجد انا شفت الصور اللي بتنزل على السوشيال ميديا ان العمل خلى فيه صداقه وود كده بينكم، وبقى فيه يعني بحس ان انتوا بقيتوا اسره واحده. بصي، هو اي عمل الواحد بيدخله بيبقى قريب جدا من الكرو اللي بيبقى معاه. بس بعد ما بتخلصي خلاص باي باي ومع السلامه وخلاص. ما اظنش ان هي العلاقه هتبقى كده، مش باي باي ومع السلامه. لا هتستمر، هيبقى في تاني اعمال تاني واعمال تاني ونجاح تاني واكتر واحسن ان شاء الله. المسلسل العمده معاه 4 ستات بيتجوزهم او موجودين معاه، ومعاه الام هلا صدقي. فكواليس النساء بقى عامله ايه في حريم العمده، عامله ايه مع محمد سامي جوه البلاتو؟ والله لذيذ جدا، ومحمد سامي عامل جو حلو ولذيذ ومخرج شاطر وموت نفسه في الشغل يعني، وعاوز يرجع بقوه وعاوز يعمل حاجه كويسه قوي. وهو علاقته برمضان كويسه جدا جدا، وعملوا نجاحات قبل كده كتير، فان شاء الله ابقى اضافه بالنسبه لهم في نجاح جديد ان شاء الله. ان شاء الله. يعني طبعا الامنيه اللي بتتمنيها النهارده في بدايه سنه جديده، مش انت كل ما تيجي بيبقى عندك برد هنا. انت عارفه ان انا كل سنه في عيد ميلادي لازم اعيا. لا ولما جيتي برضو فاكره المره اللي فاتت كنا كلنا خايفين، كانت بدايه الكورونا. ايوه فاكره كان اول كورونا احنا بنقعد مسكوني على الريد كاربت. لا الناس مسكوني ان انا بيقولوا لي كورونا وبتاع فبتيجي مش عارف ايه، فانا قلت احنا بناكل بقى فسيخ وبصل وكده مش هيجي لنا حاجه. بس انا كنت اكتر واحده في العالم كنت مرعوبه من الكورونا لما قريت عنها. وبعدين انا بقول لك كل سنه في عيد ميلادي بعيا خلاص. معلش يعني بقى يعني السنه اللي فاتت زي النهارده جالي كورونا. لا بقول لك ايه، وقعدت سنه دي لا النهارده لا دي مش كورونا. خلي بالك دي رجعت تاني مكرونه تاني مكرونه هترجعوا تاني
لا ان شاء الله. خلي بالك هو المجهود بس اللي بتبذلوه في التصوير بيخلي المناعه عندكم قليله، فدايما بيبقى فيه برد، خصوصا فبراير ده نقله من عارفاه الشهر ده، عارفاه الشهر بتاعك ده. شهر عسل. ان شاء الله تخفي وان شاء الله تحققي كل اللي ان شاء الله. بتتمنيه، ويكون مهرجان جميل بوجودكم، يا رب وكمان العمل ينجح ونقابلكم بقى في جوائز كتير الفتره يا رب. اي حاجه للبلد، انت طبعا اكتر واحده انا فاهمه. اي حاجه لبلدنا بنبقى بنجري عليها وبنحبها وخصوصا لو مهرجان، بحس مهرجان طيب طبعا والله العظيم، لان اهله طيبين. يعني استاذ سيد كمان واستاذ عزه عاملين شغل جامد ومموتين نفسهم وتعبين نفسهم جدا. فمين ممكن يشوف حد ان هو تعبان قوي كده عشان يطلع مهرجان بلده بالصوره دي، وانه امكانيات يعني متواضعه الى حد ما، لا هنقف جنبها وهنعمل لانه بره حتى لما بيعملوا اي مهرجان في اي بلد عربيه بيبقى ناجح بوجود الفنانين المصريين، اكيد بيبقى متميز او كبير قوي بسبب الفنانين المصريين. فاحنا اولى ان احنا ندعم مهرجان بلدنا. طبعا، وده اللي انا لسه بقوله لما لقيت كريم قاسم بقول له يعني انا عاجبني ان انت من جيل الشباب وجاي في لجنه تحكيم ومهتم، لان المهرجان ده بتاعكم، لازم انتوا تستلموا الرايه، لان لو ما كملتوش كجيل عارف قيمه المهرجان ده ليكوا ولبلدكم، المهرجانات دي هتقف من غيركم. صح صح. لا لازم بندعم كلنا وبنقول وبنشجع كلنا كل الاجيال انها تدعم مهرجانات مصر. ويعني طبعا ما فيش احلى من التاريخ. هم بدأوا، هم يعرفوا يعملوا كده. اي حد في العالم يعني لا طبعا في العالم مصر ام الدنيا. مصر ام الدنيا. هم بدأوا وانتوا لازم تكملوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مش هنفضل عايشين على التاريخ من غير ما يبقى عندنا كمان مستقبل، فلازم الجيل الجديد يبقى عنده وعي انه يشوف اجداده ويكمل المسيره عشان يحافظ على المستقبل. يا رب يا رب نتمنى. ميرسي يا بوزبس، منوره وسنه حلوه يا حبيبتي. ربنا يخليكي. عقبال سنه. الكافالي بقى بينه لنا كده، معلش دقيقه عشان ناخد بس الفستان، بس الكافالي الحلو ده. استني هاخد